ولمناقشة جوانب هذه القصة معنا من العاصمة النرويجية أوسلو نجم الدين فرج أحمد الملقب بالملا كريكار مؤسس حركة أنصار الإسلام، كما ينضم إلينا من أربيل مصطفى المختار القاضي في محكمة دهوك بإقليم كردستان العراق. نبدأ معك ملا كريكار، يعني تحدثت عن وضع صحي وإنساني وقانوني غير مريح. ماذا بالضبط، يعني ما الذي يميز هذا الوضع من الناحية الصحية؟ أولا، هل تشكو من أمراض معينة؟ شكرا جزيلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بالتأكيد، يعني أنا ما عرضت على طبيب منذ أكثر من 10 سنوات، ورجل إذا بلغ العمر، خصوصا رجل شرقي إذا بلغ بعد 50 لا بد أنه يحتاج إلى رعاية صحية، وأنا أشعر ببعض الآلام لا أريد أن أبوح بها الآن، ولكن بكل تأكيد أحتاج إلى مستشفى، ليس إلى طبيب يفحصني، لأن هذا متوفر بفضل الله عز وجل. ما الذي يحول دون تمتعك بهذه الرعاية دون عرضك على طبيب؟ الحالة التي أنا فيها طبعا مع الأسف، يعني النرويجيين يفتخرون بأنهم يساعدون المعوقين في العالم، وأنا سالم البنية أصبحت معوقا في بيتي وفي بلادهم، يعني هو هذا السبب. كيف؟ ألست تحمل الجنسية النرويجية؟ لا يحق لك بالطبابة والتأمين الصحي وما إلى ذلك؟ لا، أنا ليس عندي لا الجنسية ولا الإقامة ولا أي ورقة رسمية، يعني حتى لو أذهب إلى البريد لاستلام ورقة لا أستطيع أن أستلمها، لأنني لا أحمل أي شيء يثبت شخصيتي القانونية. نعم. وأيضا الحقوق الأخرى، يعني أنا حتى لو أكتب مقالة لصحيفة ما يقدم ثمن الأتعاب لا يعاد إلي مرة أخرى، لأنني ليس عندي حساب بنكي، يعني حتى عن طريق المحامي ما كان ممكنا. نعم. إذا أي أوراق تحمل؟ ليس عندي شيء، ليس يعني أنا الآن بين الأرض والسماء، لا أنتمي إلى العراق ولا إلى النرويج. نعم. الآن بالنسبة لهذا الوضع اللا إنساني على ما يبدو، يعني هل اتصلت بأي منظمات إنسانية أو اتصلت بك أي منظمات إنسانية لنعرف موقفها من هذه الحالة؟ اللا إنساني على ما يبدو، يعني هل اتصلت بأي منظمات إنسانية أو اتصلت بك أي منظمات إنسانية لنعرف موقفها من هذه الحالة؟ يعني من الغريب أيضا أن النرويجيين يذهبون لمتابعة حقوق الإنسان في سريلانكا، ولكن أنا هنا، أو يذهبون إلى كردستان لحقوق الإنسان الكردي هناك، وأنا هنا على الأقل منذ 8 سنوات وأنا قاعد بيتي، فما جاءني أحد ولا سأل عني أحد من حقوق الإنسان النرويجيين. قلت أنك حتى عندما تكتب بعض المقالات تتقاضى أجرا زهيدا يقبضه غيرك، إذن كيف تنفق على نفسك وعلى يعني معيشتك؟ أنا زوجتي تعمل مربية في روضة الأطفال، فنعيش على الكفاف من راتبها. نعم. نعلم أنك برئت من تهمة الإرهاب أمام المحاكم النرويجية، هل هناك أي تهم أخرى تلاحقك في أي موضوع آخر؟ لا توجد تهمة، لا توجد تهمة الآن إلا شيء مطاطي يقول أنه له ضرر على أمننا القومي، وأنا أعيش هنا منذ 19 عاما لم يثبتوا علي شيئا، يعني حتى مخالفة بسيطة في المرور. نعم.